السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل مع بعض النهارده الفطير القمر ده، الفطير البتاو الدماسي الكفافي، الفطير باللبن الرايب والقشطه. طعمه من الاخر يا جماعه، بجد هيعجبكم جدا باذن الله. في البدايه كده لايك وشير وسبسكرايب، ونسمي الله ونشوف الوصفه بتاعتنا الجميله. ومعايا في الحله بتاعتي 2 كيلو من اللبن الحليب. اللبن اللي انا مستخدماه اللبن البلدي الجاموسي، مش مستخدمه خالص لبن بقري ولا لبن شركات. خلاص يا حبايبي، علشان نطلع الخير بتاعه يبقى تمام. ومعايا في الحله بتاعتي ومن الكيس على طول على الحله، وبدخلها الفرن بتاعنا بيكون دافي. الفرن بيكون دافي لكن انا طافيه النار خالص. بسيبه فيه قد ايه ما شاء الله زي ما احنا ما شايفين كده، اللبن بتاعنا راب وبقى تمام. لو احنا في الصيف هياخد معانا ليله واحده وبس، يعني يومين بالكتير جدا وبيبقى تمام خالص. لكن لو احنا في الشتاء هياخد معانا 3 ايام، وممكن تحتاج تدفيه الفرن كمان شويه، مفيش مشكله خالص. شايفين ما شاء الله كميه القشطه؟ عايزه اقول لكم ان انا دخلته التلاجة ليله كمان بعد ما خلص معايا وبقى تمام، علشان اقدر اطلع منه القشطه بكل سهوله. واللبن الرايب معانا اللهم بارك تحفه جدا. ده احلى لبن رايب ممكن تعملوه. للبنوتات المبتدئات جربوا الطريقه دي وتعجبكم خالص باذن الله. عايزه اقول لكم بقى كميه القشطه اللي طلعت معايا 200 جرام، واحيانا كمان كان بيبقى اكتر من كده. ما شاء الله. معايا في البوله بتاعتي، والبوله تكون جافه ونضيفه تماما، وهنزل فيها باللبن الرايب. اللبن الرايب بتاعي قد ايه؟ كان معايا في البوله دي 900 جرام، استخدمت منهم 800 جرام. عليهم بمعلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه. عايزه اقول لك كمان تقدري تستغني عن السكر، ولكن هو بيساعد الخميره ان هي تنشط معايا اكتر وتخمر اسرع. بنقلب المكونات كلها مع بعض بالشكل ده، ما شاء الله بقى كريمي معايا وزي الفل خالص. تمام جدا. الفطير بتاعنا سهل وبسيط جدا، مش بياخد مننا وقت خالص. كمان مش بنحتاج نعمل توريق ولا اي حاجه، زي الفطير مشلتت تماما. معايا هنا على الخليط بتاعي، وهنزل بمعلقتين كبار مليانين من القشطه، يعني حوالي 50 جرام. القشطه دي اللي احنا طلعناها من على الوجه بتاع اللبن الرايب. ومعايا كمان 250 جرام من السمنه او الزبده، النوع اللي انت حباه، ولكن كل ما نستخدم سمنه بلدي كل ما بتبقى طعمها احلى واحلى. الزبدة أو السمنة اللي أنا باستخدمها بتكون متفككة ودافية، مش سخنة ولا بتكون مجمدة. يعني تمام يا حبايبي. وبنقلب كل المكونات مع بعض. ومعايا في البولة بتاعتي 200 جرام من الدقيق. الدقيق اللي أنا مستخدماه ده دقيق ذرة. دقيق الذرة يا بنات، دقيق الذرة ده بيكون موجود عند الفلاحين أو في الأرياف، بيكون لونه أبيض بالشكل ده. لكن لو هتشتريه من السوبر ماركت أو من بتاع الشركات المغلف بيكون لونه أصفر شوية. وعليهم بنزل بكيلو من الدقيق الزيرو، الدقيق الابيض بتاعنا بتاع المعجنات العادي خالص. تقدري تستخدمي المغلف اللي في الاكياس او تستخدمي السايب. انا بستخدم السايب عادي خالص يا حبايبي، وما شاء الله بيديني افضل نتيجه. وبنقلب بقى ونعجن العجينه بتاعتنا، ما شاء الله زي الفل. هنا انا ما حبيتش خالص ان انا افصل الكاميرا او ان انا اوقف في العجن. حبيت ان انا اعجن قدام منكم الطريقه كلها، بحيث ان لو في اي بنات مبتدئات بيبداوا معايا ان هم يشوفوا الفيديو يعرفوا طريقه العجن الصح جدا والطريقه المظبوطه ان شاء الله لاحلى فطير ممكن تعملوه. كل المكونات على بعض، وبنعجن كل المكونات بنفس الطريقه، وما بتاخدش مننا وقت اطلاقا. شايفين بقى؟ اخدت كمان حوالي 50 جرام من اللبن الرايب، يعني استخدمنا حوالي 850 جرام من اللبن الرايب على الكيلو، و200 جرام من الدقيق. هنا بقول لكم نحب نختبر العجينه بتاعتنا ازاي. نغسل ايدينا كويس كويس جدا ونشطفها كويس خالص، وبعدين نرجع نمسك العجينه. ده احلى اختبار للعجينه بتاعتك. لو انت حابه تعرفي اذا كانت تمام ولا محتاجه حاجه، اشطفي ايدك كويس جدا وارجعي امسكي العجينه هتلاقيها تمام معاكي خالص. وكده العجينه معايا بقت تمام وزي الفل. وهنغطيها بالبلاستيك راب ونسيبها تريح شويه حلوين كده وتخمر. هي فيها خميره، فلازم جدا ان احنا نسيبها تخمر وتريح كويس خالص. يعني نص ساعه ساعه يبقى تمام جدا. عايزه اقول لكم بقى، حتى لو انت مش مستخدمه في العجينه خميره برضو سيبيها تريح. احيانا بنستخدم في العجينه ديت بيكنج باودر، فلازم جدا نريحها. واهم حاجه طريقه العجن يا بنات، نخبط في العجينه يمين وشمال كده كاننا شغالين بالعجين الكهربائي، ولكن شغالين بايدينا واحلى نتيجه ان شاء الله. ومعايا هنا صينيه مدينها رشه حلوه جدا من دقيق الذره. تقدري تستخدمي الدقيق الابيض العادي، مفيش مشكله لو مش متوفر عندك دقيق الذره. ونقطع العجينه بتاعتنا. ومعايا في طبق صغير كده في شويه من الزيت، ده ببل بايدي قبل ما اقطع العجينه، علشان احنا عارفين ان هي ما شاء الله طريه ولينه جدا. عايزه اقول لكم كمان العجينه بتاعتنا بتلزق، ايوه طبعا فيها سن التلزيق، وده مطلوب جدا. دي بتطلع لنا احلى لقمه طريه وتبقى جميله جدا معانا.
تمام يا حبايبي. معايا هنا بقى عايزة أقول لكم كمان نقدر نستغنى عن الدقيق الذرة. أيوه تقدري تستغني عن دقيق الذرة وتمشي بنفس الخطوات وتستبدلي الدقيق الذرة بالدقيق الأبيض، ما فيش مشكلة خالص، وتتبعي نفس خطوات الفيديو ونفس خطوات العجن والمقادير بالضبط إن شاء الله. هيبقى ناجح معاكم جدًا بإذن الله، جربوه يا حبايبي. وهنا باقطّع العجين بتاعي بنفس الشكل اللي إحنا شايفينه ده، أحجامه كبيرة شوية علشان يجيب لي فطيرة محترمة جدًا زي ما شُفناها مع بعض في بداية الفيديو. لو أنتِ حابة يكون حجم الفطيرة بتاعتِك صغنونة، يعني مثلًا قد حجم القرصة، ما فيش مشكلة تمامًا، الحجم ده بتاعِك أنتِ وتقدري تعملي اللي أنتِ حاباه، المقاس بتاعِك، لكن المقادير والطريقة زي ما عملتها معاكم بإذن الله، اتبعوا الخطوات هتطلعوا بأحلى وأفضل نتيجة بإذن الله. عايزة أقول لكم بقى هنا نقدر إن إحنا كمان نسيب العجينة بتاعتنا قبل ما نفردها تخمر كمان 10 دقايق والّا ربع ساعة، ما فيش مشكلة تمامًا، لكن أنا مش كان عندي وقت الصراحة فاشتغلت على طول. ومعايا في الصينية الألمونيوم، الصينية العادية بتاعتنا خالص بتاعة البيتزا أو بتاعة البسبوسة، وبندهنها دهنة من الزيت. وأنتم عارفين يا حبايبي أنا باحب جدًا أسوي المعجنات بتاعتي في الصينية الألمونيوم. الألمونيوم أفضل وأحلى نتيجة يا بنات، وخدوها مني دي أحلى حاجة بإذن الله. ومعايا هنا القطعة بتاعتي من الفطير وبافردها بالشكل ده، مش عايزينها تكون رفيعة أوي ولا سميكة أوي، إحنا عايزينها تكون كده متوسطة وجميلة. لو رفعتيها بزيادة هتنشف منِك، ولو خليتيها سميكة مش هتستوي معاكِ ومش هتبقى كويسة. بدهنة بسيطة من الزيت في الطاسة بتاعتي أو في الصينية بتاعتي، وأبدأ أحط فيها القطعة ما شاء الله. وعايزة أقول لكم يا بنات ملحوظة مهمة جدًا، ناخد القطعة اللي إحنا بدأنا فيها بالبداية. يعني أول قطعة إحنا قطعناها وكورناها نشتغل بيها، بتكون ريحت أحسن وبتكون بتتفرد معانا أسهل وبتبقى زي الفل. فأي نوع معجنات ابدأوا بأول حاجة أنتم بتعملوها. شايفين بقى ما شاء الله جميلة جدًا. العجينة يا جماعة لينة وحلوة أوي، طعمها كمان وريحتها فظيعة بجد، ما شاء الله. هنا باوريكم اللي أنا عملتهم، تمام جدًا. وعلى الوجه بقى باجيب أول واحدة برضه أنا فردتها، والقشطة اللي إحنا أخدناها من على وجه اللبن الرايب بتاعنا، وما شاء الله بندهن الوجه بتاعنا كله بقى بالشكل ده. شايفين الجمال؟ عايزة أقول لِك كمان لو أنتِ مش عندِك قشطة كافية أو مش هتقضّي معاكِ، تقدري إن أنتِ تكمّلي سمنة أو زبدة ما فيش مشكلة تمامًا. كمان نقدر نعمل ميكس من القشطة والسمنة أو الزبدة وندهن بيها الوجه تبقى كويسة جدًا. لكن يُفضّل إن إحنا نستخدم السمنة أكتر من الزبدة كمان يا جماعة. ودي كده أول واحدة معانا ما شاء الله، وهنعمل مع بعض التانية. وعايزة أقول لكم بقى يعني القشطة دي بتعمل عمايلها في الفرن يا جماعة. من على الوجه كده بتعمل bubbles وتشكشك معانا وبتبقى حاجة خطيرة جدًا، هنشوفها مع بعض إن شاء الله. وكمان ده الصاج الكبير اللي إحنا عملنا فيه الكيك قبل كده، ما شاء الله أخد معايا 3 وحدات من الفطير. ومعايا في الفرن بقى شايفين الفطيرة عاملة إزاي في الفرن يا جماعة، يعني بجد بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها تمامًا. شايفين الانتفاخ؟ منتفخة وجميلة ناجحة معانا 100%. ودي كده أحلى فطير. بالنسبة للتسوية بقى ودي أهم حاجة، التسوية بتكون إزاي يا جماعة؟ بتكون على أعلى درجة حرارة عندِك في الفرن، يعني لو عندِك 200 240 شغّلي على أعلى درجة عندِك في الفرن. كمان لو عندِك الشواية بتشتغل مع الفرن يبقى تمام جدًا وشغّلي الاتنين سوا، لكن لو عندِك واحدة بس اللي بتشتغل خلاص شغّلي من فوق تاخد لون، وبعدين شغّلي اللي عليها الفرن لحد ما تستوي تمامًا، أو شغّليها تستوي من تحت وتاخد لون وتبقى تمام، وبعدين شغّلي الشواية تاخد اللون من على الوجه وتبقى زي الفل. بتاخد قد إيه معانا في الفرن؟ بتاخد وقت بسيط جدًا، حوالي من 12 ل15 دقيقة، وده بيرجع على حسب درجة حرارة الفرن بتاعتِك أو السخونة بتاعة الفرن. شايفين بقى الفطير؟ اللهم بارك، اللهم بارك يا جماعة. الكيلو يعني بيعمل حاجات فظيعة جدًا، كيلو و200 جرام عمل معانا ما شاء الله كمية هايلة أوي. كمان نقدر نحتفظ بيها في التلاجة، وأهم حاجة لمّا يطلع من الفرن نغطيها كويس جدًا علشان يدنيه طري معانا ويحتفظ بطراوته ويبقى معانا كويس جدًا إن شاء الله. جربوا طريقتي إن شاء الله في الفطير البتاو أو في الفطير الدماسي، بجد يعني كل بلد وليها اسم، ولكن إحنا بنسميه البتاو. الفطير باللبن الرايب والقشطة طعمه من الآخر يا جماعة. تسلم إيديكم مقدمًا يا حبايبي، وبألف هنا وشفا. تقدروا تقدموه مع العسل الأبيض، العسل النحل أو العسل الأسمر، وكمان نقدر نقدمه مع الحادق مع الجبنة البيضا أو الجبنة البيضا القديمة، يا سلام! أو مع بقى الجبنة الرومي، بألف هنا وشفا يا رب. جميل جدًا، جربوه يا حبايبي. أتمنى يكون فيديو النهارده إن شاء الله عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس على الكل ليوصلكم مني إن شاء الله كل جديد، والكومنت الجميل بتاعكم اللي بجد بيسعدني وبيفرحني. وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا أحلى وأغلى إخوات في الدنيا. أشكركم جدًا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.